سلام البنات، مساء الخير عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير مهنيين. جبتكم اليوم بوصفة شباح الصفراء، وصفة رمضانية ما نقدروش نستغناو عليها ونقدروا نعتمدوها كمشروع. بالنسبة لمقادير الوصفة راح نحتاجو ل3 كيلات نتاع كاوكاو والله تاع لوز مرحي رقيق، ماهوش بودر البنات وانما يكون مرحي رقيق بزاف. انا هنايا استعملت كاوكاو ابيض عادي بلا قشور، زدت لهم كيلة ناقصة 2 اصابع نتاع سكر عادي، مع مغرفة كبيرة نتاع فاني بودر، مع مغرفة صغيرة نتاع قشور الليمون. هنايا قشور الليمون لازم ما نكثروش. راح نخلط هذه النواشف مليح ومن بعد نلمهم بصفار بيض. بالنسبة للبيض انا هنايا درت 4 صفار بيض، زدت لهم 2 ملاعق نتاع ما زهر، البياض راح نحتاجوه من بعد. هنايا خلطت النواشف جيدا ومن بعد بديت اللم بصفر البيض. هنايا هذا الكمية نتاع الكاوكاو هي حوالي 600 غرام. هذا 600 غرام لميتها ب8 نتاع صفار بيض. شوفوا الكاوكاو هنايا راهو مرحي رقيق، راهو ماشي بودر البنات. خلطت البيض مع مزهر، لما زهر البنات ما تزيدوش وحده، لازم نخلطوه مع الصفار ونبدا نلم في هذه العجينه. هنايا كما قلت لكم كانت هزت لي حوالي 8 صفار بيض، لانه العجينه هنايا لازم تكون شويه يابسه، ما لازمش تكون جاريه، باسكو كنت تكون جاريه ريحات ديفورمالنا كي نعودو نقليو فيها. بهنايا نلموا العجينه نتاعنا مليح، نلوحوها في ساشيه ونخليوها ترتاح من 2 فاكثر، يعني قل من 2 لا فوق 2 نبداو نشكلو فيها عادي. وكيما راكم تشوفوا هنايا العجينه راهي حاكمه روحها بزاف، يعني هي تقريبا يابسه. بعد ما تفوت هذه 2 راح نجيبو فوق البلان دو طرافاي، راح نفرشو ساشي ونحلوها كيما راكم تشوفوا. هنايا كما نعرفوا بلي شباح الصفراء لازم تكون عاليه، ونبداو نشكلو العجينه كامل، يعني كي تكون بالقوام المليح ماهيش رايحه تشيطكم، راح تعاونكم مليح في كي تعودوا تطبعوا فيها. ونكملوا بنفس الطريقه حتى نكملوا كامل الكميه اللي عندنا. ودكا راح نجيبوا بياض البيض نلوحوا فيه هذوك الاشكال اللي كنا
خدمناهم طبعناهم. هنايا كنت فرجت بابي ابسوربون، رايحه نغطس في بياض البيض، نحاول انه البيضه انه الشكل نتاعنا يكون قيسوا بياض البيض من جميع الجوايه، ونحطو فوق البابي ابسوربون. نكمل الكميه نتاعي هكذا بنفس الطريقه. ومن بعد راح نجيبو بابي ابسوربون واحد اخر، وراح نحاولوا نشفوا الحبه تاعنا من بياض البيض. بياض البيض هنايا لازم نشفوه لانه راح يفسد لنا الشكل نتاع الحبه نتاعنا من بعد في المقله. نحاولوا نحيو كامل هذاك البياض وحنا نمسحو، وعلى نار متوسطه. بعد ما يكون حمالي الزيت ما خليوهش يسخن بزاف، راح نبداو نلوحو في الاشكال تاعنا تتقلعنا. هنايا هاد الاشباح تاع الكاوكاو فم يحماروا، يسمى ما لازمش نخليوهم بزاف في الزيت وما لازمش نخليو النار زايده، هنخليوها متوسطه. هنايا رانا نقليو فيهم جوست ما يصفاروا شويه نحيوهم كيما راكم تشوفوا. هاوليك الشكل تاعهم، ميم با 2 دقائق في المقله نحيهم. بعد ما كملت الكميه كامل نخليوهم يبردوا مليح مليح، ومن بعد نجيو نعاودوا نفس الخطوات. نعاودوا نلوحوهم في بياض البيض، نحطوهم فوق البابي ابسوربون، نشفوهم مليح مليح، وعلى نار متوسطه رايحين نبداو نقليو فيهم للمره الثانيه. كيما راكم تشوفوا كملت الكميه كامل لوحتها في بياض البيض، راني نشف فيها بالبابي ابسوربون، ومن بعد نعاودو نقليوها. هذه اسهل طريقه. نحيو كامل الزوائد تاع البيض. وهنايا راني بديت نقلي فيها على نار متوسطه، وراح نخليها تاخذ لون ذهبي. ونقطروها مليح مليح من الزيت في كسكاس، ولا نحطو بابي ابسوربون تكتر عليه وتكون واجده. بالنسبه لكميه 600 غرام تاع الكاوكاو نتاعي، خرجت لي حوالي 900 غرام نتاع شباح صفراء، يعني كميه لا باس بها. هاد الاشباح من بعد كي نطيبوا الطاجين الحلو تاعنا
رايحين نلوحوهم في ال5 دقائق الاخرى بعد ما يكون الطاجين الحلو كمل طيابو. وهنايا هاي ليك النتيجه. الكاميرا التليفون مش عطيتها حقها لخطركش جو بيان دوري، جو يهبلو الله يبارك. ننصحكم تجربوا الوصفه مش راح تندموا باذن الله. وهنايا وصلنا لنهايه الفيديو، ما عليا غير نقول لكم نتهلاو في رواحكم، وما تنساوش تدعموني باشتراك اذا عجبكم محتوى القناه، لايك وكومنتير باهي كيما نتوما. في امان الله.